بنص لفة جلاش بس كده عملت حلويات عبقرية. حاجة كده ميكس ما بين البسبوسة وما بين الجلاش. المهم ان انت هتاكلي كده حاجة كده بتدوب في البق كده ذوبان. عملنا وصفة بجد خرافة من غير حاجة كده هوت. وبالنص الاولاني كمان بتاع الجلاش بصوا كنت عاملة بقى بيه كده هوت بيتزا تستاهل بقكم. لازم تجربوه. سيب لكم لينك الفيديو بتاع البيتزا في اول تعليق مثبت. وصفة النهاردة بقى بجد تستحق منكم كده احلى لايك كده هوت. وان شاء الله كده تابعي الفيديو للاخر هتستفادي. هتعملي حلويات كده اهوت بسيطه بمكونات بجد يعني عايزه اقولك مش ما تتخيليش ان هي تطلع معاكي الجمال ده كله. متنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. يلا بقى كده اهوت نبدا نتابع الوصفه مع بعض. بس نبدا بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا نص لفه الجلاش دي اللي كانت فاضله معايا من الوصفه اللي كنت عامله فيها البيتزا. بجد كانت يعني طعمها خطير. الوصفتين كانوا احلى من بعض. بس انا خليت كل وصفة كده لوحدها عشان خاطر ما تتوهوش معايا في النص. انا هقطعها بقى كده خفيف جدا. مش هقطعها شرايط عريضة زي ما انتوا شايفين كده بتتقطع بكل سهولة. وزي ما انتوا شايفين بقى النص كده لفة عمل معايا الكمية ديت. هبدأ بقى احضر الحاجات اللي هنضيفها عليه. معايا كده كوباية من الفول السوداني. همسكها كده اطحنها في المطحنة. بس الاول حاجة بقى هنفضي الجلاش ده كده في حاجة. وزي ما انتوا شايفين ازاي انا مقطعاه ناعم كويس يعني مش محطاه اللي هو شرايط عريضة. هبدأ بقى اطحن كوباية الفول السوداني في المطحنة بتاعت اللي هي الخلاط العادية. ان انا طحناه ناعم وكان في بعض كده البسيط كده من الحبيبات اللي هي خشنة شوية. هنا بقى معايا نص كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة. هبدأ كده اقلب بقى كل ده كده مع بعضه. قبل ما نبدأ نضيف المادة الدهنية كده قلبت كويس الدقيق السميد مع السوداني مع الجلاش. بعد كده بقى معايا نص كوباية كده من السمنة الدايبة. ممكن تخليها سمنة على زيت او سمنة بس براحتك. هقلبها كده كويس. بس هنا بقى في الوقت ده قلت اضيف كده معلقتين كمان من السكر البودرة. عشان خاطر يدوا تماسك كده ويديها لون حلو وهي في الفرن. معلقتين كبار. ولو انت حاسه ان في تكتلات انخلي مفيش تكتلات خلاص هو كده كده هنقلبه تقليبه كويسه وخلاص. هقلب بقى كده كويس السمنه مع السكر مع المكونات اللي حطيناها. وخلاص كده الخليط ده معانا كده جاهز. عايزه تضيفي كيس اللي هو فانيليا يعني كده البودر دي في انا ما عنديش فهضيف الفانيليا السايله في الشربات. هنا بوريكم ان بعد ما بخلطه كويس لو مسكتي حبه كده وضغطتي عليهم كده كويس تحسيهم كده تكونهم يعني مسكوا في بعضهم كده بس طبعا لما بتضغطي عليهم بيتفكوا تاني. جبت بقى كده صينيه بتاعت البيتزا كده او بتاعت البسبوسه ده حطيت فيها معلقه سمنه وبدات افردها بالشكل ده. هنزل بقى كده بالخليط ده كله كده مره واحده. الصينيه دي مقاس 30 في 30. ممكن بقى عايزه تصغري عن كده لو انت عايزاها تبقى اعلى من كده براحتك. زي كده السمك بتاعها كان حلو جدا معايا. هنزل بقى كل المكونات وهبدا اوزعهم كده كويس في الصينيه. وبعد كده هضغطهم بقى كده كويس على اساس ان هم يبقوا مضغوطين كده شبه البسبوسه. طبعا ده الخليط بتاعها مختلف خالص عن خليط البسبوسه. بيبقى هش كده عامل شبه خليط الكنافه كده والحاجات دي. هنبدا بقى كده اسويها كده كويس الاول اسويها عشان ميبقاش حته عاليه وحته واطيه. ولما اتاكد ان كله تساوي هبدا بقى اضغط عليها كده جامد عشان تبقى متماسكه كده في بعضها. كده الوصفه بتاعتنا يعتبر خلصت. فاضل بس خطوه واحده. خطوه التسويه. خطوه التسويه دي مهمه جدا. هدخلها على درجة حرارة متوسطة مش عالية ولا واطية قوي. عشان انا عايزاها تاخد لون من بره ومن جوه كده لون ذهبي. هشغل عليها من تحت بس الاول لحد ما تاخد لون من الجوانب. هبقى اشغل عليها الشواية اخر اخر كده ثواني او اخر دقيقة كده. وهي بقى في الفرن كده هنبدأ نعمل الشربات. المفروض ان انت تحطي كوباية ونص سكر عليهم كوباية وربع من المية. انا كنت عاملة زيادة شوية بما ان الوصفة دي جديدة وانا لسه اول مرة اعملها. فبصراحة انا كوبايتين سكر كنت حاسة انها مسكرة يعني زيادة شوية. بس هي كانت جميلة. انما لو انت مش بتحبي السكر كتير يبقى حطي زي ما انا بقولك كده كوباية ونص بس من السكر وكوباية وربع من المية. ولو عندك عسل جليكوز حطي معلقة واحدة. وبعد ما اخدت كده يعني بعد ما غليت كده وسبتها 5 دقايق على النار تغلي. وحطيت نقطتين من الفانيليا. وحطيت رشة من الملح الليمون او تحطي نص ليمونة. الشربات بقى معايا طالعه كده الصينيه سخنه والشربات يعتبر سخن يعني لسه يا دوبك كنت طافيه عليه. قبل ما الصينيه تطلع من الفرن بدقيقه كده او دقيقتين. هنزل بقى كده بيها كده واحده واحده. وعايزه اقولك هي هتشرب الشربات كلها. مش هيفضل فيها حاجه.
بس اللي ما بيحبش الحاجه مسكره قوي، الصينيه دي تكفي عليها كوبايه ونص بس من السكر. بصوا كده انا حطيت الكميه كلها، هسيبها بقى لحد ما تشرب كل الشربات كده اهوت، وارجع لكم بقى تاني. انا كده قدامكم نزلت بكل الكميه، هسيبها بقى لما تبرد خالص عشان لما نيجي نقطعها كده تبقى متماسكه. هنا بقى عبال ما بردت خالص كده اهوت زي ما انتم شايفين كانت شربت كل كميه الشربات، وهبدا بقى اطلع لكم منها بقى كده اهوت. عايزه اقول لكم بجد والله يعني مرمله كده اهوت وطعمها جميل جدا. الناس اللي بيحبوا يعني هي مسكره حلوه، عامل شبه الهريسه كده المسكره قوي. إيه اللي عايز السكر قدامك من كوبايتين لكوبايه ونص تقدري تتحكمي فيه. بس هي بجد طعمها الجلاش مع السوداني مع دقيق السميد بجد طعمها خطير. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وفيديو اللي كنت عامله نص لفه الجلاش عملت منها البيتزا بجد كانت خطيره، بس للاسف انا المشاهدات معدومه ومفيش مشاهدات خالص بجد، مع اني بحاول اعمل لكم وصفات حلوه ومفيده. اتمنى بقى تشجعوني وترفعوا الفيديو دوت بلايك كده اهوت، وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات ايه رايكم في الوصفه ديت. طبعا رايكم بيهمني جدا وبيفرحني. هسيب لكم بقى صوره كده من النص اللي انا عملت بيه البيتزا اللي هي بنص لفه الجلاش برضو الاولانيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.